فعلا زي ما في سيدات بيختاروا في رجال بيختاروا، وما نقدرش ننفي ده من المجتمع. زي ما الرجل بيقدر يختار امراه، فهناك سيدات يعني اختار فيهم ابليس، يعني ما يعرفش يفكر زيهم. بس بالعكس يا دكتوره، ده ممكن يكون انسان تدبرهم بيكون اشد من التدبر. ما هو ده اللي انا اقصده، ده احنا عندنا بني ادمين، ده احنا وصلنا لابليس. مش عايزه اقول لحضرتك. فهذا العمل بهذه الرؤيه الانسانيه التي طرحها الدكتور ربيع شكري وضح لنا حاجات كثيره ووضع ايده عليها. ده مهم جدا دكتور، ميرسي جدا لحضرتك. العمل زي ما انا شايفاه حضرتك صنفتيه روايه وعملتيه في 3 قصص متتاليه. هي قصص، لكن لو بالنظام الجديد في حاجه ظهرت. طبعا الروايه بتبقى اكبر شويه وبتبقى وحده واحده، حتى لو كانت مجموعه فصول لكن هي نفس الاشخاص بيبقوا موجودين من اول الروايه حتى نهايتها. اما ما هو داخل كفاءه النسخه موجوده في الشنطه هنا احنا بنتكلم عن النوفيلا اللي هي الروايه القصيره، وان كان ده ما ينطبقش على ال3 قصص، هو ينطبق على اول واحده بس اللي هي السرايا الصغيره. فهنا ايه بنتكلم في 3 قصص طويله شويه، هي لانها سيباريتد، هي قصص منفصله، كل واحده ليها لوكيشن، ليها موقع او مكان، ليها اشخاص شخصيات مختلفه، ليها طبيعه اجتماعيه معينه، وبالتالي في اختلاف ما بينهم هما ال3. كنت هقول للاستاذه منى العنوان مش مناسب، نزلاء، ده كل اللي قدامي نزيلات. اللي عمل الكسره دي وخلى دكتور ربيع يتاثر بهذا الاسلوب الدار المسنين، اللي هي بالفعل كانت فيها المكسب رجال ونساء، ولكل منهم اسباب للمعيشه في هذه الدار. فزي ما بقول لحضرتك هي يفضل انها تبقى قصص قصيره، تصنيفها ادبيا ما تجيش انها روايه. ليه؟ فيرستلي اول حاجه بنتكلم في السرايا الصغيره. حضرتك اخترتي العنوان اللي بنسميه اللي هو دارج ليها، اما هي مستشفى العباسيه للامراض العقليه والنفسيه. ده التايتل الصح علميا. السرايا الصفراء ده اللي هو الاكثر شيوعا، فكده بالرغم ان احنا بنتكلم في حاجه مش هنقول هي عاميه عشان، لكن هي بتديني المعنى ده. فاوكي لما حد يقول السرايا الصفراء بتنطبق فقط على مستشفى العباسيه. ما نقدرش نقول السرايا الصفراء اللي في دمياط، ولا السرايا الصفراء اللي مش عارفه في البرج، ولا السرايا الصفراء اللي في كذا. كل مكان تاني بيرتبط بالمكان اللي هو فيه، بالمحافظه اللي هو فيها. اما في القاهره فهو مرتبط بالعباسيه فقط. فلما نقول سرايا صفراء اذا نحن نتحدث عن العباسيه او مستشفى الامراض العقليه والنفسيه بالعباسيه. هي دي. في هنا كتير من الشخصيات، ولو نتكلم في اول واحده اللي هي بتقول في السرايا الصفراء دي، كتير منهم كانت صدمات شخص، تعرضوا لصدمات نفسيه معينه. حتى ليلى نفسها هي الصدمه بتاعتها كانت في ما هي متحمله زوجها بكل عيوبه وكل ما فيه، وزي ما قال دكتور ربيع في الجزئيه ما ان هو حتى بقى شبه باباه السيء ده وبقى كتير منه
وحاولت تعمل له مجتمع سوي واسره وكان بينادي بده، لكن بعد شويه لقيته فوتوكوبيا ونسخه ثانيه من باباه ومن التفكك اللي موجود في اسره زوجها، وبالتالي اثرت ان هي تعيش مع اولادها ومع زوجها وتعالج عيوب زوجها او تتجنب. لحد كده هي قادره ان هي تعمل كنترول على نفسها، قادره تتحكم في انفعالاتها معاه. اعمل اللي انت عايزه بس بعيد عني. ده يعني لما تيجي تروح فرح ينكد عليه مش عايز يروح، لما تروح عزا عايز يحطها في المواقف اللي هي تقلبها نفسيا 180 درجه. هي لاحظت ان هو عايز يأذيها، الحاجه اللي ممكن تخفف عليها لا مش هيأذيها، ويناكف في كل حاجه. الى ان كانت الصدمه الكبرى بان هو كان بينتهك حرمه بنت جيران اللي بتلجأ له ان هو يذاكر لها او يساعدها في المذاكره، او اللي هم بيستأمنوهم عليها. طبعا ده ما بيبانش في الاخر. هي اصطدمت في دي، وطبعا ما بنعممش، بس لما نقول ان الرجل دايما يجد مبرر لنفسه ان هو يعمل حاجه مخالفه لقيم الاسره ومخالفه لقيم المجتمع، اصل الزوجه مش مدياني كل اللي انا عايزه، فده دورك انت اللي مقصره، انت السبب. تحس بالاحباطات والاتهامات المختلفه، وفي الاخر بتلاقي ان في خيانه منه. هنا خلاص بتنهار، لان دي برضو يعني الدكتور ربيع سماها انها شخصيات رقيقه وهاديه لا دي شخصيات ضعيفه وما عندهاش اي قدره ولا اي قرار. عشان نجيب من الاخر حصل ايه؟ هي ابتدت تنهار. طب ما هي سابت ولادها، هو ده كويس؟ هي لما ابتدت تفوق وهي كانت مستمرئه وجودها في المستشفى، عايزه ده بعيد عن مروان ده. اي حاجه لو اروح جهنم، اتعرض لجلسات كهرباء واتعرض لعلاجات معينه واتعرض، لكن ما ارجعش لده. ما تقولي لي ان انت مش عايزاه. دي كانت مشكله. اذا دي شخصيه ما بتقدرش تاخد قرارات، ميبي زي ما رجعنا تاني انها مهزوزه وما عندهاش امكانيات، وبالتالي هي متكتفه. فان انا ما يبقاش عندي ان انا اخد قرار، لان القرار بيبقى ليه تبعات وانا ما اقدرش اعملها، فبتحمل الى ان تيجي اللحظه القشه التي قسمت ظهر البعير. هي شايفه منه قليل؟ لا، هي شايفه منه كتير، لكن مستحمله ومتعايشه عشان خاطر الولد والبنت وعشان خاطر ما فيش. ده هي كانت مامتها بس اللي عايشه وباباها كان متوفي، فهي مش عارفه تحمل على مامتها، كانت مسؤوله بتلهي نفسها. ساعات لما الواحد يلاقي نفسه ايه اللي حواليه تعبين انه يلهي نفسه بموضوع تاني عشان يهرب منه. الهروب هنا كان في البدايه بان هو انهيار عصبي، وده طبيعي فعلا تبع الصدمه، لكن بعد كده لما ابتدت تفوق بقى، طب لما بنتي تيجي تتجوز ولا ابني، ده غيروا مسار حياتهم. اختياراتهم في الدراسات العليا بتاعتهم اتغيرت علشان هم عايزين يشوفوا ايه مشكله ماما دي. طب كل واحد عايز يعالجها منين او يعمل لها حاجه منين؟ فبقت دي مشكله كبيره. طب لما يجوا يتجوزوا يقولوا مامتهم مجنونه، ابتدت بقى هنا تحس ببعض الانانيه لنفسها. لو كانت انانيه هنا انها هربانه وهي محمله ابنائها المسؤوليه دي، فلما ابتدت تراجع نفسها عايزه تعملها بس مش عارفه تعمل ازاي. طب الدكتور حاسس انها بقت كويسه بس هي مش راضيه تعترف. طب نعمل ايه؟ طب يا دكتور بلاش تعملي العلاجات دي كلها. قال لها طب ما دي بتعزف ودي بترسم ودي بتغني، طب اعملي حاجه. قالت له انا ممكن اكتب. قال لها لما اشوف اوقف عنك العلاج. فاذا هي طرحت الباب اللي هو هيفتح لها انها تخرج من الشرنقه بتاعه الاتهام بالجنون. هي مش مجنون، هي لحظه ما بصدمه ما نفسيه حصل لها الدروب ده، وبالتالي جالها انهيار عصبي، لكن خفت منه. مش عايز تعترف عشان ما ترجعش لزوجها ده ولا ترجع البيت ده علشان. وطبعا الدكتور كان ذكي لانه كان بيلاحظ جدا انه لما بيجي حالتها النفسيه بتسوء، فقال له باعد زيارتك شويه التاني ابتدى يحس، ولما يجي كمان يرخم عليه
ده هو شخصيه يعني ملوش حل، فظيع. المهم خلصت لحد ما ابنها اللي اكتشف السر. هنا ما بقاش عندها حجه بقى خلاص. والولاد جميل ان كل ولاد اللي حضرتك ذكرتيهم ما عندهمش الجحود، بل بالعكس كانوا داعمين للام وداعمين حتى للاب. الراضي المتعجرف وعامل ده بفلوس ابني، بدولارات ابني، فهو حاسس ان ابنه ده بيدعمه، هو حاسس ان الدنيا بالنسبه له كويسه لاولاده، بالرغم من ان هم مسافرين، اللي رايح في امريكا واللي رايح في كندا تقريبا او استراليا. فالبنت هنا والولد هنا كانوا بيصرفوا عليهم. لكن فيهم مشكله هم كمان. مشكلتهم ايه؟ ان الام والاب مش متوافقين، وبالتالي الام بقت في البيت وجايبين لها اللي ترعاها، والاب بيطلع بره بقى شويه سيبها تاخد نفسها. فهم عايزين يريحوهم، فبفصل القوات. مش احنا دايما نقول كده لما تلاقي اتنين متنازعين افصلوهم شويه عشان نتفق، وبيصرفوا عليهم وبينفقوا، ولكن بيشوفوا المشكلات فيها. فاذا الولاد في النماذج اللي حضرتك قدمتيها اذا كانوا نزلاء في العباسيه الامراض العقليه والنفسيه، او اذا كان في دار المسنين، الولاد ما عندهمش اي جحود ولا حاجه، بل بالعكس محبين جدا لابائهم، بيحاولوا يساعدوهم وبيحاولوا ينفذوا. عشان النظره السائده ان لما حد يروح دار المسنين يبقى اولاده يريحوا. بالظبط ده بسبب اولاد. فانا حبيت بس ايه فده انا خدت بالي من النموذج. فبالفعل هنا كانت نجاح ليلى في ان هي تبتدي بعد ما تكتب وابنها يكتشف سبب المشكله بتاعتها، الصدمه اللي حصلت لها من زوجها، وهم اللي يبتدوا يفصلوا بينهم بقى. خلاص يا بابا انت عملت حاجات غلط وانت 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 اتفضل بقى ايه سيبنا، وماما تعيش حياتها. فماما ابتدت تاخد بعض الدورات وبعض الدراسات العليا، وختمت القصه الاولى اللي هي بنسميها نوفيلا، اللي هي كبيره مقارنه بالتانيين. هنا بتبقى بتحاضر في الجامعه الامريكيه في مجال علم النفس، وابتدت ترجع تاني لهذه المستشفى اللي هي قضت فيها 5 سنوات او 3 سنوات، وبالتالي هنا راجعاها كباحثه مش راجعاها كمريضه. فده نهايه موفقه لهذه النوفيلا. طيب نيجي الثانيه، ده الزوج والزوجه. طبعا احنا عارفين ان في معظم العرب، مش هنقول بس المصريين، يعني لازم يكون في فارق سن لصالح الرجل. هو تقاعد فمستني ما تيجي بقى تقعد جنبه على الدكه بقى، يلا نقعد على الكنبه هنقرا بقى مع بعض. وانت بتعملي ايه؟ ده انت تقومي تصلي وتعملي، انا سوري ده كويس انك ما قلتيش ما تيجي يلا نشتري تربه عشان هنبقى نجهز نفسنا ونجيب. خلاص الموضوع انتهى، خلاص دورنا انتهى في الحياه، ما حدش يعمل كده، لكن هو عايز ده. اقعدي بقى كويس، ما بقاش عندك حجه العمل والخروج وده وده خلصت، خلاص نقعد. طب اروح مره كانت بتتحايل بالكذب، لان برضه مش عارفه تتصرف معاه ازاي. وبعدين هي في مجتمع ريفي في البحيره، فهتعمل ايه؟ يعني كويس جدا ان بعض المحافظات اللي هي بتتسم بالريفيه اكتر يكون فيها دور مسنين. دي نقطه. يعني احنا لما بنقول لا في المحافظات اللي معظمها حضر، القاهره، اسكندريه كده اكترهم حضر، ايا كان. فالريف بالذات لا، ده عيب، ده عيب بالذات الخضار المسلمين. هو احنا قليلين؟ طب وتسيب البيت لزوجها. فده نموذج كويس يقول ان في مؤشر. يعني العدد برضه كان قليل، يعني 15 نزيل فقط، رجال ونساء. وهي لان هي اكتف، شخصيه نشيطه، ابتدت تعمل تجهز بقى الحديقه اللي كانت مهمله وكان شكلها وحش. ابتدت ترسم بقى كل شخصيه، وعشان ترسم صح لازم تتعرف على كل حد فيهم. وده اللي اجاز لحضرتك انها نزلاء مش نزيلات. وجود راضي ووجود سيد ووجود سين وصاد في نفس دار المسنين، وكل واحد بقصته المختلفه وابتدينا نتكلم عنه. فهنا لما زوجها حس بمشكلته انه قاعد لوحده في البيت ومحدش مهتم بيه، ولا حد لو راحوا له كل يوم مش هيعملوا ايه بتعمله،
ابتدى يحس بنجاحها، ابتدى يحس بكل اللي هي كانت بتقدمه للبيت. لما عملت معرض هو كان من اول الناس اللي راحوا وباركوا لها، وعرف يعني ايه انها كانت نشيطه وان هي بالفعل فنانه ورسامه وكويسه، وشاف هي قد ايه نجحت في تغيير المكان. هنا ما لقيتش غضاضه انها ترجع معايا، خلاص عرفت انا بحب اعمل ايه، عرفت انا ممكن اعمل ايه، خلاص يبقى احنا اتفقنا مبدئيا ان انا ممكن ارجع، بس تسيبني اروح المعارض، اروح الاماكن اللي انا بحبها. فهنا ابتدت تاخد البرميشن، الفورمال بيرميشن اللي هو التصريح الرسمي منه، خلاص مش هقول لها لا تاني، مش هقول لها اي حاجه، طالما ان هي قايمه بكل واجباتها داخل اسرتها ومش مهمله في اي حاجه. اذا ده نموذج كويس يعني قابل للتطوير. مش كل الرجاله وحشين بتقول زي ما حضرتك قلت، بس في رجاله مش عايزين برضه. هو بس هي جايبه رجل واحد، وجايبه الرجل الواحد ده هو كان وكيل وزاره وعنده مرض وكانه مرض الكبر، قاعد رجل على رجل ولابس النضاره ولابس النضاره، والراجل ده يعني آمر ناهي، وهو اللي كل الناس خدامه تحت ايده، وهو لا احنا كنا على الراجل بقى. برضه هو ده الراجل. لا جوزها بقى، جوزها بقى طلع كويس، فطلع في الاخر برضه فهم الرساله ويتعلم من اخطائه وبقى كويس. القصه الاخيره سجن القناطر، وهنا قدمت بطله القصه دي اللي هي نبيله، اللي هي في الغالب يا ارمله يا مطلقه، عندها بنت، هي بس اللي مسؤوله عنها. فبالنسبه لها العمل هو حياه او موت. لما جه بقى واحد معاها في العمل وقال لها امضي على الاوراق، قالت له مش سلطتي ومش كذا، لا امضي ليكون ليكي اخر يوم. فاذا حست بضعف، لا انا محتاجه العمل ده مش هقدر. فورطها بانها مضت، ولما مضت ابتدوا يكتشفوا ان في بعض الاختلاسات وان هي اللي ماضيه على الورق. لما دخلت سجن القناطر بعد حكم من 5 سنوات سجن، طب ودت بقى بنتها فين؟ ما انت خايفه على بنتك، سبتيها خالص، بدل ما انت كنتي ممكن ترعيها بنسبه ما، ده انت سبتيها خالص. فهنا نموذج برضه سوء الاختيار، الضعف والقهر اللي بيوصلنا لدرجه ان احنا اختياراتنا بتبقى سيئه، اختياراتنا بتبقى خاطئه، وبالتالي بدل ما احنا بنتعاقب على ان احنا ممكن نسيب شغل شويه شهر شهرين ونلاقي شغل افضل، لا ده احنا بنتحمل جرائم احنا مالناش يد فيها، الا ان احنا اتورطنا بضغطايه من حد، يا اما لا طب بلاها خليها لك. لكن هي ما عندهاش الرفاهيه دي وما عندهاش الفكر الثاني ان احنا نصبر تاني، ان احنا نعمل تاني. فده برضه ده سوء اختيار منها. لكن النزيلات اللي هم كلهم على فكره كانوا مجرمين، لكن اجرام غير متعمد. اصل في يقول لك يعني قتل بتعمد او قتل خطا او ضرب افضى الى قتل، كلها قتل ولكن العقوبات هتختلف. فالست اللي خدت مؤبد دي عشان قتلت جوزها اللي هو بيضرب بنتها وهيموتها قدامها ما تاخدش مؤبد قولا واحدا، لكن هي كانت قتل دفاع عن بنتها، دفاع عن نفسها، دفاع عن اي حد، دي قتل. البنت الثانيه اللي كانت بتتاجر في المخدرات معاهم، ولما قالت لهم بس وخلاص انا مش عايزه العب معاكم، شيلوها قضيه كبيره. هي بدات غلط لانها باديه مع جماعه يعني بتوع مخدرات. يعني انت متخيله ان هم ملائكه؟ هم مش ملائكه، هم دول خارجين عن المجتمع وهم مؤذيين جدا للمجتمع. فده نموذج. المحاميه دي ممكن تكون في غلطه كده وقعت، لكن نفعت قوي نبيله في ان هي تبتدي تفكر معاها وتبتدي تدور على مين اللي عمل ده، وتبتدي هي تطرح عليها بعض الناس اللي موجودين في الشركه اللي هم بيلتزموا بالنزاهه وبالاحترام وبالرقي، هم اللي يبتدوا يدوروا في الورق ويبتدوا يوصلوا ان هو ده مدحت ده اللي كان هو اللي دخلها السجن. واللي هي لما عرفت انها ورطها في حاجه حاولت تضربه، قالوا لا ده مش بتضربه، ده هي كانت فتحت الجوابات او حاجه كده، فلا ده هو رد عليها او هي كانت العكس، ايهما. المهم ان هي ورطها لدرجه انها تاخد 5 سنين. نماذج مختلفه من السيدات ضحايا سلوكيات وقيم اجتماعيه سلبيه، لان طبعا في ست قيم ايجابيه، لكن التصرف نفسه
عدم الحنكه، العشوائيه في رد الفعل، الاختيار بشكل معين، الهروب من المواجهه، وصلهم ان هم دخلوا في موضوعات كثيره كلها كانت مؤذيه، الا اللي عنده هدف. يعني هنا لما بنتكلم في اسمها ايه؟ لا الثانيه في امينه، ست امينه اللي هي دخلت دار المسلمين دي رايحاها برغبتها، بالرغم من انها حاسه بمقارنه رهيبه ما بين بيتها اللي هي عاملاه بالطريقه اللي هي عايزاها وطريقتها الخاصه بيه، وبين دار المسلمين. كل اللي نجحت فيه بس انها تبقى ليها خصوصيه شويه، انها تدفع مصاريف اكتر عشان يبقى ليها غرفه مفرده لوحدها. الاسم كمان مقصود. أمينة والسيد مقصود. ايوه، فست امينه، بس هي امينه ذكيه، امينه الثانيه بتاعت السيد لا ما تبقاش تعبانه. فالست اللي تبقى فاهمه عايزه تعمل ايه وعارفه عايزه تظبط ايه، حتى لو كان هتدفع فيها خساره شويه، لكن بتشتري حياتها وبتشتري حياه ولادها. ولما بتنجح ما عندهاش امراض نفسيه، دي ست واخده قرار صح، دي واخده قرار صح وباتفاق مع ولادها. يعني كل واحد في محافظه وكل واحد في مكان هيعملوا لها ايه؟ ده عشان يفضوا مشكله مامتهم وباباهم قعدوا كام يوم لحد ما يجي. يعني لو الام والاب دول عندهم عنف شويه كانوا يموتوا بعض. اذا علشان يلحقوهم تاني لا صعب. فاذا قرارها ان هي تخرج من البيت وتروح لدار مسنين وتحقق الهدف بتاعها انها تبتدي ترسم لوحاتها وتعمل ده وتعمل ده مهم جدا. فطبعا دي فهنا دي سيده عندها فكر، وهي طبعا لانها كانت بتعمل، يعني نقول انها سيده عامله، فده كان بالنسبه لها انها قرار مدفوع بايد زي ما بيقولوا، بتدفع فلوس فرق. هي تقدر. في سيدات تاني شفناهم هنا ما عملوش، يعني ليلى دي ما كانتش تشتغل، ما عندهاش اي دخل وهكذا. فاذا المراه لما بتكون معتمده على نفسها بشكل كبير وليها راي طبعا بتاخد هنا قرارات اكثر ايجابيه، وان هي حتى لو كانت بتعاقب الاخر لكن بتعاقبه بتحضر، ما بتعاقبوش بعنف بقى وحاجات لا خالص. ده فحوى القصص الثلاثه. لكن قدمنا نماذج كثيره للمراه ايجابيه وسلبيه، وشفنا في اكثر من موقع في اكثر من مكان. ونيجي تاني نشوف بقى هنا مهم واحنا بنقول الرساله العلميه بتاعتنا او الرساله الادبيه بتاعتنا، خدوا بالكم انها رسائل والله. يعني كل اللي احنا بنعمله فعلا دي رسائل، كل الكتابات اللي بنعملها لان احنا بننقل صور للناس. يعني خدوا بالكم ما تعملوش ده، او لما حد عمل ده حصل له كذا، فانت تشوف انت الطريق المناسب ليك ويمشي. مهم قوي القالب اللغوي. فانا عندي القصتين الاولانيين سرايا الصقر ودار المسنين مفيش علامات ترقيم خالص. الثالثه كان فيها يعني بقت فيها فصلات، بقت فيها فول ستوب، بقت فيها شويه حاجات. كمان في التنسيق وهو بيعمل هتلاقي ان في باراجرافز بيكملها تحت. يعني ساي صفحه 15 قرأت فيها طيبه وحنان بل اسى على كل نزيره في العنبر وتراها بردائها الابيض ملاك وظفه الله لهم ليخفف ما تعانيه. ايوه كل واحد عامل لي انتو، لا ده لسه الباراجراف شغال. وقيسي على ده اكتر من كده. الحاجه الثانيه كلمه غير. حضرتك مثلا سايد صفحه 11 لم تنتبه لتحوله الغير مبرر. احنا علمونا كده في بدايه الدراسات العليا، كان الله يرحمه الاستاذ فيها كان يقول غير المغضوب عليه، مش الغير مغضوب عليه. اذا غير من غير الف ولام، فعمميها في كل ما تكتبي الا اذا كان بنتكلم ما تعملش زي الغير لازم تبقى معرفه. اما غير دي هنا المضاف اليه هو اللي عمل لها التعريف، اذا مش محتاجه احطها معانا.
فكلمه غير دايما طالما ما فيهاش مضاف اليه وراها او كلمه تكمل المعنى يبقى احنا نحطها من غير الف ولام. دي شو ودي برضه موجوده متكرره اكتر من مره انا شفتها. زي ما قلنا الباراجراف. طيب كلمه يعني الفصل الاول، خدوا بالكم انا بعاني معاناه رهيبه ان انا بتكلم عربي كله. انا عندي مشكله برجع بالعافيه. بدات شمس حانيه تفترش اشعتها على السرايا معلنه بدء يوم جديد. وهنا تاني بنتكلم فتح ذات الملامح المصريه الاصيله فلها تلك العيون السود ولا السوداء؟ لا السود عاميه اكتر من ان احنا نقول السوداء، لان بعد كده قلت لحضرتك ايه؟ السوداء هي موجوده في اغاني لكن مش موجوده في الروايه مملوءه بالعاميه والفصحى. ميكس. ميكس لا الحوار لما يبقى يعني مفصول بشكل معين اوكي، لكن لما يكون داخل باراجراف داخل فقره هتبقى زي ما هنا مثلا فاصبح رامز مهندسا. يبقى دي هنا اللي هو اصبح الاعراب. قيسي عليه حضرتك يعني هنقعد بقى لو انا اخذت كتير ده كنت بعدي. خد بال حضرتك هتلاقي برضه كده لم تكن سكنا. خد بال حضرتك لازم اخد المفعول ايه والمضاف اليه والمبتدا واسم ان وخبر كان والحاجات دي منصوبه دي معموله. حتى هنا برضه تقف حائرا لان دي حال وهكذا. هنا بقى دول السنه مش عارفه ايه دي. يا ريت تقريها لي بقى صفحه 52 اخر فيها ده في اكثر من واحده فيها او طرق مناسبه. اذا ناقص لنا ايه؟ هم شايلينها سقطه. حلو كده. في برضه ايوه يا دكتور في اكثر من كده يعني مش سبب اللي طلع مع حضرتك تماما. وكتير بنقول دايما صاحب العمل يعبأ التطبيق ولازم يرجع تاني شويه عشان برضه يظبط. دي طرق لانها ووجد طرق مناسبه. واخد بال حضرتك في برضه كلمه ثانيه برضه نهينا بيها صفحه كامله وبرضه الكلمه مش كامله. اهي بعد صفحه 74 هي نفس إذا عملية المراجعة مهم جدا 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 بالنسبة لي. مش بقول لحضرتك هي اللي بتقول انا ماليش دعوه وانا ما اتدخلتش، انا بس حطيت ايدي على الجرح هي ضحك مش ضايق الحمد لله. فمهم قوي طالما ان احنا بنتناول موضوعات دي. خد بالك انا ماجستير ودكتوراه وما بعدهما من دراسات في مؤتمرات وغيرها هي كلها عن المرض. ولو ضعفتي بتدي طوع ممكن زود الواو يعني. هي فيها حرف. هي هو بص يا دكتور عامل ايه؟ زايد ضمه فوق الطاء وده غلط. ده سبيلنج غلط. طوع فين؟ طوع لازم واو. صح. هو يعمل لي ضمه فوق. لا هو يضحك علينا احنا نضحك عليه. خلي بالك انا معلم على كل ما انا بقول لحضرتك حاجات كتير مهم قوي لان ده بيخدم العمل وده من معايير نجاح العمل بالنسبه للمتخصص. اما الموضوعات نفسها فهي طبعا كلنا بنتفق معاك تماما في تقديم هذه النماذج. والف الف مبروك لحضرتك وشكرا جزيلا لك.